تتلعب على طول رمية التماس، وادي العرضية المرة دي من فتحي وجول. جول مؤمن زكريا يعملها، يستنى ويعملها مرة تانية. مؤمن زكريا مفيش اوفسايد، وعلى طول من مرة واحدة عماد السيد على شماله. هدف اول للنادي الاهلي. الضغط بيولد الاخطاء وبيولد الاهداف. هدف رابع لمؤمن زكريا. قلنا ان عمرو مرعي وعمرو الحلواني ونانا بوكو سجلوا هدفهم الرابع هذا الاسبوع. مين يعملها، عبد الله ولا مؤمن؟ مؤمن بيرد عليا على طول بهدف على الطاير، لكن حسام البدري بيتكلم مع حد، بيقول مؤمن اهو، يعني لسان حاله باين امامنا في الكادر. الجهه اليسرى عبد الله السعيد، طالع له علي معلول، هيعدل على يمينه، يلعب لعبد الله، والتسديده ترجع له مره ثانيه وجول. جول عبد الله السعيد بالتخصص، بيحدث الفارق مع النادي الاهلي. ادي الكوره علي معلول لعبها لعبد الله اللي بيضم لجوه، وادي الوان تو الجميل، سدد اول مره تترد له، مصمم على التسديد وتعدي من بين رجل عماد السيد. حاول عليها عماد لكن الكوره عدت من جنب رجله. معلش يا عماد، ما شفتهاش في اول مره، شفتها تاني مره انها عدت من جنب رجلك، بتخبط وتغير اتجاهها، تخدع هنا الحارس. وادي اللقطه الجميله للاعبي النادي الاهلي بالاحتفال. لاعبي الاهلي بيحتفلوا بالهدف الثاني لان ده هدف الاطمئنان. تاني حسام البدري بيركز مع الجمهور، بيركز مع الحضور. المدير الفني للاهلي اللي بيحاول لاعبي طلائع الجيش يخطفوا الكرة الاماميه لوحده تماما. مؤمن بيغير اتجاهه لعبد الله مره ثانيه لمؤمن، كرة جماعيه، فرصه هدف جميل. علي معلول العرضيه، لكن على طول التسديده فين؟ تترد الجونيور. مستني ايه يا راجل؟ اجاييه بيسوا حضراتكم. لازم الجمله دي تتعاد من الاول، اكيد هنشوفها في استاد مصر، اكيد هتتعاد. عماد السيد بيحاول يصدها، تخبط في القائم وتترد الجونيور اجاييه. الكرة من اولها تقريبا 23-24 تمريره للاهلي بدون ما تتقطع من طلائع الجيش. رجعوا لشريف اكرامي، يمرر ناحيه اليمين، ترجع ناحيه الشمال، بدايه الهجمه وتوصل عند النيجيري.